دور ثمن نهائي كأس العالم بين هولندا وأمريكا وكذلك الأرجنتين وأستراليا. ثمن المباراة الأولى انتهت لصالح الطواحين الهولندية على حساب أمريكا، أما الثاني قاد ليو ميسي الأرجنتين إلى ربع نهائي. بعد ذلك جمعت ثمن أيضا بين المنتخب الفرنسي وكذلك بولندا وأمريكا والسنغال. المباراة الأولى عادت إلى الديوك الفرنسية بتألق كيليان مبابي، والمباراة الثانية آلت إلى الأسود الثلاثة إنجلترا على حساب السنغال. إليكم المباراة ربع نهائي الأول ستجمع بين راقص التانغو والطواحين الهولندية، أما الثاني ستجمع بين الديوك وكذلك الأسود الثلاثة. في نظركم من سيتأهل إلى النصف النهائي الأول؟